حزب العدالة والتنمية وبنك إيران، أسرار الديمقراطية الشكلية التي لا يريدونك أن تعرفها. هل تعرف ما يحدث خلف أبواب حزب العدالة والتنمية؟ في هذا الفيديو سنكشف لكم أسرار الديمقراطية الشكلية التي حولت الحزب إلى ما يشبه الزاوية البنكيرانية، حيث تهيمن الزعامة الفردية على حساب التداول والتشبيب. من إعادة انتخاب بنكيران ب96% رغم وعوده بعدم الترشح، إلى اتهامات بالازدواجية في التعامل مع قضايا التطبيع وتحرير الأسعار، سنعرض لكم حقائق صادمة مدعومة بتصريحات نقدية من خبراء وردود فعل غاضبة. الديمقراطية الشكلية وغياب التداول. رغم خطاب الإصلاح الذي يرفعه حزب العدالة والتنمية، توجه إليه انتقادات حادة حول ممارسات داخلية تكرس هيمنة الأمين العام عبد الإله بن كيران، الذي أعيد انتخابه عام 2025 بنسبة 69% في عملية وصفت بالاستئثار بالمنصب. ينتقد الحزب لاعتماده ديمقراطية شكلية تفتقر إلى آليات التداول الحقيقية، حيث تبقى القيادة حبيسة شخصيات بعينها مثل بن كيران الذي يتولى الأمانة العامة منذ عام 2008، ما يطرح تساؤلات عن التزام الحزب بمبادئه المعلنة. سياسات مثيرة للجدل وإرث حكومي ثقيل. خلال ولايتي بن كيران كرئيس للحكومة 2011-2017، اتهم الحزب بتبني سياسات زادت من معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة، مثل تحرير أسعار المحروقات وإصلاح نظام التقاعد الذي أثر سلباً على الموظفين والمتقاعدين. كما أن التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل عام 2020 رغم انتقاد الحزب لها لاحقاً، ترك انطباعاً بالازدواجية في المواقف. غياب التشبيب وهيمنة الزاوية البنكيرانية. يعاني الحزب من أزمة غياب تجديد الدماء، حيث تهيمن القيادات التاريخية على المشهد بينما يهمش الشباب والكفاءات الجديدة. يشار إلى أن المؤتمر الأخير للحزب شهد ترشح بن كيران مجددا رغم وعوده السابقة بعدم الترشح، مما عزز صورة الزاوية الصوفية التي يدور فيها الحزب حول شخصية واحدة وفق تعبير النقاد. خطاب شعبوي أم واقع مؤسساتي؟ رغم الخطاب الشعبوي لبن كيران الذي يستهدف محاربة الفساد، يتهم الحزب بعدم تقديم حلول عملية، بل الاكتفاء بالهجوم على الحكومة الحالية دون برامج بديلة. التعليقات على منصات مثل هاسبريس تعكس استياء من أداء الحزب، حيث وصفه البعض بتجار الدين الذين استفادوا من المناصب دون إحداث تغيير حقيقي.